السلام عليكم. شفت بوست على فيسبوك من كام يوم، حابة أدردش مع حضراتكم فيه شوية. البوست كاتبه واحد بيتكلم عن زميلته في الشغل اسمها هدير. بيقول هدير عندها 26 سنة، بتشتغل معانا في شركة مبيعات بتاعة أدوية ومستلزمات طبية، من أكتر الشخصيات المؤثرة. من وقت ما اتخرجت وهي بتشتغل من 5 سنين، بتشتغل بجدية وترقت كتير، مسكت مناصب عالية من وهي صغيرة. بتحضر ماجستير، نشر أبحاث جوه وبره مصر، ومتصنفة إنها من أحسن الباحثين على مستوى العالم. ليها أنشطة خدمية كتير وبتساعد كل الناس، ما شاء الله عليها. المشكلة إن جالها من أسبوع تقريبا مسج من واحدة بتقول لها بصي يا هدير، أنا كنت بدور على لينك صراحة علشان أقولك الكلام ده من غير يعني ما تعرفي أنا مين، بس ما لقيتوش. أنا في كلمتين كده محشورين في زوري، خليني أقولهم لك. هو أنت يومك غيرنا؟ يومك مش 24 ساعة زينا؟ بتلاقي وقت منين تعملي كل ده؟ متفوقة في شغلك وبتحضري ماستر وبتنشري أبحاث واخدة 500 ألف كورس، وده انت حتى درستي علوم شرعية واتخرجتي منها بتقدير عالي جدا. انت بتجيبي وقت منين؟ ازاي عارفة تبقي بتلمعي ومهتمة بنفسك وبتروحي جيم وسبا ولبسك براندات وماسكة تليفون حلو؟ انت ايه يا شيخة؟ انت اللي زيك بيجيب لنا احباط، بيحسسنا ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجة خالص. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يا رب يجرالك حاجة ولا تتكسحي تبقي مش عارفة تتحركي خالص عشان نرتاح منك. انا بكرهك، وبكره اللي يجيب سيرتك بالخير قدامي، وشوية دعوات كده وكلام يعني ايه اسود من قلبها يعني. اللي كاتب البوست اللي هو زميل هدير بيقول انه من ساعة ما جات لها المسج دي وهي محبطة جدا، وخدت اجازة من الشغل وداخلة في اكتئاب رغم ان مناقشة الماجستير بتاعتها قربت. واحنا حقيقي زعلانين عليها لان هي شخصية جميلة بكل المقاييس. عايزة اتكلم مع حضراتكم على نقطتين. اول حاجة، خلينا نتفق ان كمية السواد والغل يا جماعة اللي باينة في المسج مرعبة. فعلا ان يعني قلبي يبقى اسود لدرجة انه يطلع الحقد ده فيس تو فيس كده، حاجة فعلا يعني تخوف. بس خلينا نتفق انه يلا نخرج بره الصدمة دي، ونبقى عارفين انه الناس اللي بتكرهنا لمجرد ان احنا بنحقق بعض النجاحات موجودين وهيفضلوا موجودين. وممكن يبقوا بيحقدوا علينا وبيغلوا تجاهنا وبيغلوا من جواهم كده لمجرد ما يشوفوا صورتنا ولا تيجي سيرتنا، من غير ما نعمل لهم اي حاجة، ويمكن حتى احنا اصلا ما نعرفهمش. والحمد لله ان ربنا بيظهر لنا الناس دي على حقيقتها وبنبقى عارفينهم علشان نتقي شرهم. فيا هدير ما تزعليش، ولو سمحتي يعني ايه، الحمد لله ان ربنا اظهر لك البنت دي على حقيقتها، وورالك كمية الغل والحقد اللي جواها. وده هينقلني للنقطة التانية. لازم يا جماعة يبقى عندنا صلابة نفسية. أنا يصعب عليا جدا 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 بنت شخصيتها قوية وعقلها راجح وقيادية زي هدير، رسالة زي دي تخليها تسيب كل حاجة وتنط. يا هدير، عايزين خبرات حياتنا تعلمنا يعني ايه صلابة نفسية، وتخلينا مش اي حاجة كده تخلينا نقف ونسيب مذاكرتنا ونسيب شغلنا وحياتنا اللي احنا متفوقين فيها. انتي ربنا رزقك بنعمة كبيرة الحمد لله، انك شاطرة ومتفوقة وبتعرفي تعملي كذا حاجة في نفس الوقت ومحققة نجاحات ما شاء الله، الله اكبر، مخلياكي قدوة لينا كلنا. فلو سمحتي ما تخليش رسالة زي دي تحبطك وتدخلك في اكتئاب وتوقفك عن كل الخير والنجاح اللي انت فيه. الرسالة بصراحة صعبة، وانا لما شفتها وانا يعني ماليش علاقة بالموضوع اتأثرت جدا. فانا متفهمة قد ايه انتي يعني حسيتي بإحساس وحش. وخليني اكلمك بصراحة، انا يمكن مريت في حياتي بمواقف شبه اللي انتي مريتي بيه، اللي بتمري بيه دلوقتي. وجات لي رسائل واتقال لي كلام في وشي بيقلل مني وبيحسسني اني ما عملتش حاجة، وبيحسسني ان انا يعني ما بضايقكوا كده لمجرد ان انا يعني بضايق الناس يعني اول ما بيشوفوني. بس ربنا سبحانه وتعالى رزقني في طريقي وفي حياتي بناس يقولوا لي لا، ما تقعيش في بير الاكتئاب والاحباط، اللي هو طريق اللي يروح ما يرجعش. ما تسيبيش شغلك وما تسيبيش نجاحاتك، واشتغلي واسعي وارجعي لنجاحك ولتفوقك ولشطارتك المعهودة. فيمكن انا عايزة اقولك اللي اتقال لي ده، لا يا هدير احزني طبعا، بس حطي ديدلاين لحزنك ده. ما تاخديش طريق اللي يروح ما يرجعش، ارجعي بسرعة وكملي. وما تحطيش الناس دي في دماغك، والحمد لله ان ربنا اظهرهم لك على حقيقتهم. يلا ارجعي، احنا محتاجين الناس اللي زيك، احنا مجتمعنا محتاجين الناس الشاطرة المتفوقة اللي بتبقى شعلة نار ونشاط. ما تخليش الناس دي ابدا تسحب طاقتك ولا تسحب الحماس اللي جواكي وحب الخير اللي جواكي.
انا متخيله ان انتي اتاثرتي لان انا معرفكيش، بس انتي اكيد اكيد شخصيه راقيه ومشاعرها حساسه، عشان بتساعد الناس والخير اللي ربنا رزقها بيه بتوزعه على كل الناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. لو سمحتوا يا جماعه، لو حد فيكم يعرف هدير ابعتوا لها الفيديو ده او اعملوا لها منشن. يا هدير خليكي قويه وارجعي بسرعه، اخرجي بره حزنك ده بسرعه ويلا، عايزين نشوف الابحاث بتاعتك منشوره تاني وعايزين نبارك لك على الماجستير ان شاء الله. وكلمة أخيرة لكل أب وكل أم عندهم أطفال أو شباب مراهقين، لو سمحتوا علموا ولادكم إن إحنا مش في اليوتوبيا، وإن مفيش بابل هتحميهم من المشاكل والناس الحقودة اللي في حياتنا، وإن هنمر بمشاكل وهنمر بإحباطات وهنمر بظلم، بس لازم يبقى عندنا صلابة نفسية اللي من أهم الأعمدة بتاعتها إن يبقى عارفة إزاي أتعامل مع المشاكل، وأعرف إزاي أحزن بس ما خليش الحزن ده يخليني أنهار وحياتي تضيع وحياتي تقف والناس كلها تعدي من فوقيا. اتعلم الدرس واحزن واخرج بسرعة علشان اكمل حياتي واكمل تفوقي. يا رب يا رب الفيديو ده يوصلك يا هدير، ويا رب اشوفك ناجحة ومنورة زي الاول واكتر باذن الله. سلام عليكم.